كل شيء سنام وسنام الأمة زايد. هذا الوطن يتطلب أن يكون فيه جند قوي عزيمة، يفهم ما هو عليه، لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم. كنتم أعظم من سطرتم سيرته رحمه الله. منذ أكثر من 40 سنة وصل إلى هذه الأرض وزير الخارجية البريطاني لحكومة حزب العمال، وأكد للجميع أن بريطانيا لن تنسحب من قواعدها فيما وراء السويس. وبعد 6 أشهر وإذا بنفس الوزير وبنفس الحكومة يأتي ليعلن الانسحاب المفاجئ، وكانت صدمة للجميع، وأصبحت الناس كالأغنام في الليلة الماطرة، وافترقت الفئات وتنابزت بالألقاب وتداعت علينا الأمم، وإذا بنجم يلوح في الأفق من هذه الأرض، نجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. كان ذلك زايد بن سلطان آل نهيان. وإذا بالرجل وبهمة الرجال يسرع الخطى ويختصر المسافات ويؤمن الخائف ويطعم الجائع ويعلم الجاهل ويكون أمة. أقول أنه هو الأمة. النبي محمد اللهم صل وسلم عليه يتباهى بأمته القوية، أهل العزوم القوية الذي يقومون ويدركون ويفهمون القاسي. وإذا به ينقل هذه الدولة الفتية في مقدمة الدول في العالم، يرتقي بها يوما بعد يوم، وتكتسب هذه الدولة من خلال سياسته الحكيمة كل صدق، كل وفاء، كل محبة من جميع الدول على هذه البسيطة. وفي يوم من أيام رمضان وإذا بكلمات ترفضها الآذان: إنا لله وإنا إليه راجعون. صاحب السمو رئيس دولة الإمارات بيض الله ثراه، كان رجل دولة في كل ما في الكلمة من معنى. وإذا بها تمزق الوجدان: مات زايد بن سلطان. وإذا الدموع تملأ المحاجر، وإذا الكلمات توص في الحناجر، وإذا السكون يعم المكان، إلا من كلمات اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض.
وتمر بنا الأيام، وفي تلك الفترة نلهو كثيرا ونضحك كثيرا ونضيع كثيرا، ونحن من تربى على يد زايد، ونحن من شرب من مشارب زايد، وكأننا لسنا بأوفياء لزايد. أنا من على هذا المنبر أدعو الجميع الحاضرين هنا في هذه الصالة أو الذين يشاهدوننا من خلال التلفاز: أيتها الأم، أيها الأب، امسك القلم واجلس أبنائك حولك واكتب وسطر. هذا ما كان يحبه زايد، هذا ما كان لا يحبه زايد. ونجمع تلك الأوراق، لا نضعها على الرفوف ولا نتغنى بها على الدفوف، وإنما نضعها في الصدور، ونضعها في مقدمة الدستور. بهذا الوفاء نكون قد أوفينا الرجل حقه. كم من منارة علم أضيئت بكم، وكم من طالب علم أصبح معلما ملهما بفكركم. أنا قلت الكثير وتمنيت الكثير، وربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم، كثر ما حصل وأكثر.